السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، أنا عندي مشكلة مع بنتي. اتفضلي. بنتي متجوزة ومعاها عيلين. طيب. جوزها قرفها في عيشتها وشايف واحدة تانية من العيد الكبير اللي فات، بقاله كام شهر اهو بيباتش بيه في البيت، وفي واحدة تانية في حياته برضه مطلقة ومعاها ولدين. فقارف بنتي كل يوم في حياتها في عيشتها وعايزها تمشي، بيقول لها خدي ولادك وروحي اقعدي عند امك وانا هديكي حاجتك وانا اخد حاجتي، عشان انا ما عنديش، انا كده كده هاخدها وما عنديش مقدره ان انا اتجوز افتح بيتين، فانت اقعدي عند امك بعيالك وانا هديكي حاجتك واخد حاجتي. ويطلق. بنحاول، مش عايزين نخرب البيت لا زي خرب ده، ما هو بيتخرب اهو يعني، ويطلق. اوكي. وغير الشتايم والبهدله كل يوم لحد النهارده، كل يوم بيجي البيت ساعه ينكد عليها ويمشي. لحظه واحده، الراجل عايز يتجوز واحده تانية في البيت. أيوة. اللي فيه مراته اللي هي بنتك والولدين. ايوه. او العيلين. ايوه. فهو عايز يشيلها بالعيلين يوديها عندك تقعد مع امها. بالظبط. وتاخد هي شويه الكراكيب ترصهم في البلكونه عندك عشان البيت اللي انتوا فيه يولع او يجري فيه تعابين زي عماره 13 اللي بيقولوا فيها تعابين. أيوة. وهو يجيب اوضه نوم جديده بعد ما يمحر الاوضه والصاله بمنافعهم بالجير، ويجيب العروشه الجديده اللي هو بيحبها. مش كده؟ ايوه. ومراته اللي هي بنتك اللي مش بيحبها تبقى مركونه عندك، ويبعت لها 5 جنيه كل يوم. تجيب كيلو الا ربع فول حراتي وتحط عليه شويه رز، والله اكله جميله جدا. طب احنا مش عارفين نعمل ايه معاها حضرتك؟ لا نطلقها على طول. على طول. هو ده اصلا له جواز؟ ده جوازته من الاول حرام يا حبيبتي. راجل مش قد انه يفتح بيت تاني، يودي واحده عند امها ويجيب واحده في بيتها عشان مش قادر يعين امه، ومزنوق قوي، مزنوق للدرجه دي. الشاب طلوقه يعني، هو للدرجه دي يا ولدي مزنوق. ده راجل بايظ. لو سامعني دلوقتي هقول له بايظ، واللي ربوه بياظين واللي علموه الدين بيظين رخرين. الراجل اللي هيتجوز جوازه تانية ده لازم تكون عن فضل غنى، يعني عنده بيت واثنين وثلاثه واربعه، ويقعد دي في مكان مصونه ويقعد دي في مكان مصونه، ويصرف على دي ويصرف على دي، ويعدل بين الاثنين. ولما يروح عند سين ما يجيبش سيره صاد، ولما يروح عند صاد ما يجيبش سيره سين نهائي، الا في الضروره وهو ما لا يستطيع دفعه. لكن ما يقعدش يرغي ويجلب السير انه كان متعشى امبارح ايه مع الاولى ولا مع الثانيه، والله يعينه على ما بلي به. هو يعني دخل السيمه ولا جاب الدنيا الجميله؟ هي ظروف كلها ملطشه مع جميع الناس. تتعالج، يا تتعالج يا نفضها. يعني ايه روحي عند امك؟ دخل على الجديده بقى، ولا عجبتوش الجديده، او عجبته 7 ايام واشتاق لبنتك بقى الليل والصيف وايام الصيبه، يجي يعاشرها عندك عند امها وانت تسمعيهم بقى وتجازي لهم ميه. ده دين ولا ده لا، ولا ده ادب ولا ده ذوق ولا دي انسانيه اصلا؟ ما ينفعش الكلام ده يا حبيبي. انت عايزه تاخد حاجتها وانت تاخد حاجتك وتتجوزي يا بيضه، خلصها يا اخويا. مش عشان تتنيل غيرك، ان شاء الله ما تنيلت، علشان ما تبقاش مسؤوله عن هم وغم. اسم الرجل الذي كان في البسط في الماضي، وتبقى حرة طليقة لعيالها وتشوف عيالك في أي وقت ونبقى في منتهى النبل. إنما بنتك ما تنامش على جنبها عندك وتتخيل ماذا يفعل زوجها مع العيوشة الجديدة، أكيد بيرقصوا ويغنوا وبيعملوا كذا وكذا 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 وكذا، تموت بحسرتها، والحسرة تقتل. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات.